لو سمحت عندي شوية أسئلة ليك لو ممكن. مني أي معتقد؟ أنا من خلفية مسيحية. ومصرية حضرتك؟ أيوة. طيب تفضل. معلش بس اسمح لي، أنا متوترة شوية عشان أول مرة أخش اللايف، فأتحملني معلش. أنا من آه. خلفية مسيحية، بس دورت شوية في الإسلام، ولما دخل يعني لما قريت عن الإسلام اتعرفت عنها بالإسلام السني الأول. نعم. دخلت درست فيه شوية، وبعدين كان عندي شوية يعني آه، شك وكده في الاعتقاد السني، وبعدت شوية يعني ونسيت عنه. ومؤخرا رجعت درست تاني أو بصيت تاني في الإسلام، بس من الناحية الشيعية. ففي حاجات طبعا غيرت رأيي في حاجات كتير، طبعا حاجات كتير ما كنتش أعرفها زمان اتعرفت عليها في المعتقد الشيعي يعني. بس حابة أسأل حضرتك شوية حاجات، لأن بتفرج وبقرا إن القرآن محرف. عايزة بس أسأل حضرتك عن ده، هل ده صحيح؟ أنا أقدر نعم. أعرف منين أكتر لو القرآن محرف أو لأ، وأقدر أقرأ تفاسير إيه عشان أفهم أكتر عن القرآن؟ طيب، أول بداية نحن الشيعة لا نقول بتحريف القرآن. نعم، نعتقد بالتحريف ليس القرآن، بل تحريف المفهوم، التفسير. تفسير يعني مثلا آية قالت يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله أولي الأمر، تفسيرها ولاة الأمر هم أهل البيت. يجون الجماعة يحرفون التفسير، يقول لا، ولاة الأمر فلان وفلان والحاكم. فنحن كنزول القرآن لا نعترف بتحريفه، أما التحريف هو في المفهوم. فخير دليل كيف يكون محرف ولأما قد أرشدونا إلى القرآن. مثلا قول الإمام شيعتنا اعرضوا حديثنا على القرآن، إن وافق القرآن فخذوا به، وإن عارض القرآن اضربوا به عرض الحائط. فكيف محرف ولأما يقولون لي معرفة الحديث الصحيح من الضعيف هو القرآن. وثاني شيء، إذا عندنا القرآن محرف فتسقط الإمامة. لماذا؟ لأنهم قرينين، أحدهما مرآة الآخر، كتاب الله والعترة. إذا الإمامة ساقطة القرآن يسقط معها، معادلة العكسية. وإذا القرآن محرف الإمامة تحرف. فبما أن الإمامة سالمة عند الشيعة فالقرآن سالم. تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فما يوجد عندنا تحريف أبد. نعم، التحريف الذي هنالك روايات في التأويل، مثلا الناس اللي ما فاهمة تتوقع جاي نعتقد بتحريف القرآن، لا. مثل قول الإمام الصادق يقول عليه السلام والله قد نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، والله هكذا أنزلت. الناس ايش عبالها انه في الآية كانت كلمة في علي، لا، الإمام قاعد يقول انه الآية في علي أي في حقه، والله هكذا نزلت، أي إنه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، أي إنه الآية في حق علي. الجماعة ايش عبالهم في الآية مكتوب في علي وحذفت وبقت هاي المعروفة في القرآن. أما عند القوم فالقرآن نعم هناك روايات محرفة تقول بتحريفه، روايات كثيرة. نعم هنالك مدرسة نحن لا نقر بها يسمونها إخبارية. كم واحد منهم يعتقد يقول إن الأخبار التي عندنا تقول تحريف القرآن وما شابه. مدرسة هاي إخبارية، أي مو من المدارس، يعني ما معترفة بها، علماءنا ما يعترفون بها. أما عند القوم روايات كثيرة جدا ثابتة في صحيح مسلم والبخاري، كثيرة جدا تقر بنقص القرآن والعياذ بالله، ولكن نحن لا نقر، ولكن نحتج بالروايات عليهم لكونهم يعتقدون بها. القرآن كله داجن، وأن القرآن نزلت آيات، عمر يقول نزلت آية في حقي أن جاهدتم كما جاهدتم أول مرة فيا عبد الرحمن بن عوف لا أجدها، أين ذهبت هذه الآية؟ فقال يا أمير قد سقطت فيما أسقط من القرآن والعياذ بالله. هذا موجود عند القوم. نعم. تمام، شكرا شيخ. طيب في الأحاديث
يعني لو أنا أخدت مثلا كتب زي كتاب الكافي أو كتب تانية فيها روايات للأئمة مثلا، أقدر أفرق إزاي الروايات الصحيحة من اللي مش صحيحة؟ لأن معروف إن في الكتب الشيعية مش بتعتبروها إن كلها صحيحة، زي مثلا آه. البخاري وصحيح مسلم. لو نعم. تمام. فأنا هنالك. أعرف إزاي الصحيح نعم. الأساس أنت تنظرين للمتن، الأفضل المتن النص، هل هو يوافق سيرة الأئمة؟ باقي الأحاديث يؤخذ به، يعني يراد له شوية اطلاع تعمق، لأن إذا أنا ما مطلع شلون راح أعرف هذا يوافق لو ما يوافق؟ فعندنا 6 لقبول الأحاديث، أعطي أبرزها. أولا إنه يوافق كتاب الله. يعني إيش؟ يعني جاءتك عشرات الروايات تقول إن علي وأهل البيت غسلوا أقدامهم في الوضوء، تسقط. القرآن قال امسحوا، خلص، بشرط أن توافق القرآن. إذا ما موجودة في القرآن أصلا أساس على مود أعرض الرواية على القرآن، أذهب إلى سيرة الأئمة، يكون هذا الحديث يوافق سيرتهم. يعني هذا الحديث الذي عندي أجده يمكن عند الرضا، أنا ماخذ من الصادق، أجده عند الإمام الكاظم حصل، أجده عند السجاد، وهنا وافق سيرتهم. أو بالعكس، أجد هذا الحديث عكسه عمل علي وعمل الصادق وعمل الرضا، وهو هذا فعل باقر، بس الأئمة عكسه، فيعتبر هذا يعني مخالف لسيرتهم. وأجد الباقر في باب آخر أيضا عاكس هذا الحديث، فيكون هذا الحديث مخالف لسيرتهم، فأيضا لا يؤخذ به. فلازم أنت تقرأين وتعرفين الروايات، وأنه هل هذا وافق سيرتهم، هل هذا وافق كتاب الله. هاي أفضل طريقتين لقبول الرواية أو رفض الرواية. طيب، تمام شيخ، شكرا. وإيه الكتب اللي أقدر أقراها عشان أفهم تفسير القرآن أكتر؟ تفسير القرآن، اقرأي كتاب تفسير البرهان، تمام. حلو. أي اقرأي كتاب تفسير سي الشبر، كلش راقي، حلو، سهل. تفسير سي الشبر هذا أيضا كتاب حلو. أي، وتفسير ميزان صعب شوي يعني بفلسفة، فاكتفي بالبرهان واكتفي بتفسير سي الشبر، سهل سي الشبر، فاقرأي سي الشبر انه بقرأي البرهان. بس انت من تتعمقين راح توصلين الى نفس في الروايات ما يصل اليه حتى الكثير من الشيعة، وهو تشوفين الروايات الأئمة وكلامهم مختلف عما ورد في الأديان، فيه نفس عرفاني، معرفة، تظلين انه انت تبحثين على معارف، يصير عندك ملهمان لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب العلم. هذا اللذة حتى يفقده الكثير من الشيعة، انه من يقرأ ما يركز، اكو شيء بين الروايات، جانب معرفي روحي جدا قوي. طبعا شفت المتشيعين كثير منهم يكتشفون هذا، من خلال كلامهم اعرف عنده جانب معرفي بسبب هذا. أنت اقرأي، واقرأي أيضا بصائر الدرجات، والروايات لا تستصعبيها على آل محمد، اقرأي بصائر الدرجات، يعني يتكلم على جانب معرفي قوي جدا. وأيضا اقرأي كتب نظريات الأئمة العلمية، شوفي شلون علمهم واصل بحيث أنهم كشفوا أشياء الآن العلم اللي كشفها. الطب اللي يتكلم عنه الإمام الرضا، طب الرضا، الرسالة الذهبية، يعني هاي الأمور كلها تفيدك، مو إلا فقط أمور فقط عقائدية، لا خلص من جميع الجوانب. نعم. تمام شيخ. لأن أنا بدأت بقرايتي عن الأئمة، وده اللي شدني فعلا، وحبيت أعرف أكتر يعني عن الأئمة وآل البيت، ده اللي شدني من الأول أصلا. فشكرا طبعا الفلسفة، لنصيحة حضرتك. طبعا الفلسفة اللي تجدينها عند الأئمة ما تجدينها عند أي شخص، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. واسمعي مناظرة الإمام الرضا مع الزنادقة والنصارى والملحدين، جلسهم كلهم وناظرهم الإمام الرضا. ونفس الوقت أقرأي كتاب، أنا أعتقد يفيدك هذا الكتاب شوية، أحس أنه شوية عندك عقلية قوية. أقرأي كتاب توحيد المفضل، شوية توحيد صعب بس المفضل. اقرأي توحيد المفضل.
تمام. المفضل الجعفي والإمام الصادق. توحيد المفضل والإمام الصادق. هذا كتاب جدا راقي، شوية بمصطلحات صعبة، بس هيك اقرأ عليه فد نظرة. طيب تمام شيخ، شكرا. آخر سؤال بس لحضرتك. آه، في حاجة أنا مش متأكدة منها، لو حد حابب إن هو يدخل الإسلام، هل في خطوات لده، ولا إن الواحد مجرد يقتنع الشهادة ويبدأ إن هو لله. يصلي، لا لا، ولا؟ لازم تشهدين لله تعالى وللنبي والأئمة بالولاية. اي، لازم تشهدين لله تعالى وللنبي والأئمة. انتي داخلة للإسلام للشيعة لو لا؟ أحب يعني، بس أنا في دلوقتي في الوقت إن أنا أحب أعرف أكتر أو أدرس أكتر. اي ما في مشكلة، لأني اقرأي. عايزة أخد المواضيع من يعني من بالعقل، عشان أكون فعلا مقتنعة بالموضوع. ما في مشكلة. طبعا أنا عندي كثير من المسيح أدخلتهم للإسلام، كلش هواي، كل جدا هواي يعني من المسيح. و يعني المسيح للأسف به هواي أمور. يعني أنت عندك اطلاع بالمسيح قوي؟ يعني قريت فيه كتير، وأنا يعني من خلفية مسيحية وأهلي مسيحيين كمان، فقريت فيه كتير ودرست فيه كتير. ولكن سامعة اتفضل. سامعة بشخصية اسمها بولس؟ اه شنو هذا بولس؟ حضرتك قصدك بولس الرسول، صح؟ م-م. هو ده يعني معظم كتاباته من العهد الجديد في الإنجيل. لكن مؤخرا لما درست وقريت، فاكتشفت ان هو كتاباته كانت قبل الأناجيل أصلا، يعني من الأول خالص. فدي حاجة ما كنتش أعرفها يعني. فده اللي أنا أعرفه، إن هو كاتب معظم الإنجيل أو العهد الجديد. شوف، عقيدة المسيح حاليا هو من هذا الشخص هنا الغريب. كيف يأخذون منه عقيدة وهو يهودي؟ وتعرفين أنت اليهود اتهموا بصلب المسيح اه. عيسى. مهم. هو الذي جاء بعقيدة الثالوث. سامع بعقيدة الثالوث؟ أيوه. اللي هو جاء بها بولس، الأب والابن والروح إله واحد آمين. سامع فيها؟ أيوه. هاي العقيدة جاء فيها بولس. الأناجيل اللي كتبها كتبت متأخرة، أناجيل مختلفة، أناجيل لوقا، يوحنا، متى، بطرس. فدين المسيح بيه ركاكة مو طبيعي، يعني كلش ركيك، كلش يعني لا أبعد الحدود. فتنور بكلام أهل البيت عليهم السلام وبعلم أهل البيت راح تجدين فروقات قوية. حتى في الأناجيل موجود مقتل الحسين بن علي سلام الله عليه، وأن هنالك قتيلا بشط الفرات. قتيل شط الفرات هو وحيد الحسين عليه السلام. وهنالك أيضا الإمام المهدي مذكور في الأناجيل، وسيقوم الرب المنتقم، اللي هو على الإمام المهدي يتكلم. حتى يتكلم على قضية الزهراء، هنالك امرأة تظهر وعلى رأسها 12 من الأكليل، ولها ولد يسقط من بطنها ويظهر لها قوة التنين ويمثل قوة الشر. رموز كلها تشير لأهل البيت. طيب شيخ، ده معناه انه الاعتقاد ان مش كل الانجيل محرف، صح كده؟ يعني لان انا لا بسمع كتير يعني القرآن فيه التوراة والانجيل، فده معناه انه مش لا الاعتقاد مو انه مش كله كل محرف. لا مو كله محرف، بل هنالك أدبيات في التوراة والإنجيل هي توافق عندنا يعني في الإسلام. يعني مثلا راح أعطيك بعض النصوص اللي هي عندنا توافق في سيرة الأئمة. آه. مثلا أما عفوا، ثواني. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي. نفس هذا الكلام عندنا
بأن لا أحد يستطيع أن يعرف الله تعالى من دون محمد وآل محمد والأنبياء. وهذا هو قول يسوع عندكم: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي. ونحن عندنا أيضا لا أحد يستطيع أن يعرف الله تعالى إلا بمحمد وآل محمد، بكم عرف الله، بكم عبد الله. بعد أكو كثير من النصوص اللي توافقنا: لا تهتموا بشيء في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. هذا عندنا. بعد إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذا أيضا عندنا في أدعيتنا، ولكن بغير صيغة يعبر. هاي أيضا: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. هذا عندنا بمعنى آخر أيضا: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال، كي لا يفتخر أحد. هذه كلها نصوص عندنا. فيكون هنالك نصوص أدبية أخلاقية توافق عندنا، ولكن النصوص العقائدية نختلف معها نحن كشيعة، ويتفقون معها أبناء السنة. لأن العقيدة اللي موجودة عند السلفية الوهابية منسوخة نسخ من التوراة والإنجيل. يعني حديث التوراة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا موجود في التوراة المحرف، خذوه الجماعة الوهابية والسلفية جعلوا منه عقيدة وحديث. إن الله يرفع السماء على أصبع والبحار على أصبع، موجود في التوراة المحرف، خذوا الجماعة. عقيدة الجماعة كلها من التوراة المحرف، لأن كعب الأحبار عندهم في البخاري هو الذي جاء بعقيدة الإله. جاء حبر من الأحبار للنبي محمد فيقول عندنا مكتوب في التوراة إن الله يضع السماء على البحار والجبال، فضحك النبي تصديقا لما قاله اليهودي. فعقيدة التوحيد بالضبط عند الجماعة مأخوذة من التوراة. فنحن كشيعة نوافق التوراة والإنجيل بالأخلاقيات، بالتربويات، الأمور الروحية، نعم، بس الأمور العقائدية لا، في أمور خلاف كثيرة خصوصا في التوحيد. تمام شيخ، شكرا جدا لشرح حضرتك. إذا عندي أسئلة تانية أقدر أتواصل على اللايف تاني مع حضرتك؟ إيه بس كون أعرف اسمك أنا، شو اسمك أنتي؟ نون اسمك. إخوان خاف تجي أعلقي عن مدان، يعني خاف أتذكر شيء أنسى وصعد يسألي. تمام. ممكن أحط سؤالي على الشات يعني في اللايف؟ لا علق يقول صعدني أنا نون، يعني مدة أتذكرك وصعدش، يعني ما أعرفك خاف أنساك اسم تيك توك وصعد يسألي عادي. طيب تمام. شكرا لك جدا يا شيخ. في شكرا حفظ لك. الله ورعايته. في حفظ الله مع ورعايته. السلامة. حياك.